السلام عليكم. نكمل كلامنا عن مادة الإنجليزي. الفيديو ده بقى يعني إيه، هنحاول نخليه بارت 2 خلاص، يعني نقفل على كده عشان ما نضيعش وقتكم. عندنا دلوقتي حاجتين هنتكلم عنهم، اللي هو القطعة تمام والباراجراف يعني. بص أنت هنتكلم بسرعة على الباراجراف. الباراجراف يعني أنت خليك مقتنع كده، أجيب لك الخلاصة فيه. أنت لو داخل الامتحان ما عندكش منهجية او ميكانيزم لحل القطعه او ترتيب في دماغك ازاي هتحل القطعه، اللي هو الباراجراف سوري. لو ما عندكش فكره انت ازاي هتحله او ازاي هتكتب، يعني ايه طريقتك في الكتابه فيه، داخل كده بالبركه يعني بقى وانت وربنا معاك بقى وكده يعني وخلاص. فانت هتتوه يعني هتروح ورا الشمس. يعني لا، انت لازم تكون حاطط لنفسك ميكانيزم معين في حل الباراجراف يعني. فالناس اللي بتقول بغلط في الباراجرافات والحاجات اللي زي كده وما بعرفش بكتب باراجراف، فانت يعني ايه، زي ما بقول لك، انت شوف لك خريطه معينه امشي عليها في الباراجراف. لان يعني مفيش واحد بيكتب يعني بيكتب باراجراف فعلا وبيقفل فيه الا لما بيكون ليه ميكانيزم او طريقه معينه بيحل بيها. تمام. ده بالنسبه للباراجراف. انت من الاخر زي ما قلت لك، لو بتحل باراجراف من غير ما يبقى ليك خطه، مايند ماب، سوري، او مثلا او عامه شكل يعني مفيش في دماغك شكل للقطع او للباراجراف اللي انت بتحله يعني او عايز تكتبه، فهيضيع منك. يعني انا بقول لك هيضيع منك. تمام. ده بالنسبه للباراجراف. هتقولي بقى طب ازاي هكتبه بقى والتفاصيل دي؟ التفاصيل دي بصراحه انا شايف المدرس يتكلم فيها اكتر معاك يعني في فيديوهات كتير قوي كنت سامعها في كتابه الباراجراف. حاول تخلي مثلا جمله غير تقليديه للباراجراف يعني. لان المدرس اللي بيعلم الباراجراف في امتحان ثانويه عامه مثلا قاعد بيعلم لك القطعه. هو يعني هو عارف معظم الشباب حافظه الجمله دي. فلما بيقرا القطعه لما بيقرا القطعه انت بتكتبها او الباراجراف انت كاتبه يعني، هو بيبقى عارف ان القطعه دي هتبقى او الباراجراف ده هيبقى عادي، فبيقراه كده بسرعه وخلاص ممكن ينقصك عليه درجه. فانت حاول تكتب جمله غير تقليديه في الاول، حاول تحفظها عادي مفيش مشكله يعني. بالنسبه للقطعه، بص بكل اختصار، القطعه يا شباب هتعمل معاها ايه؟ القطعه انت هتدخل الامتحان 100% كلام جديد هيقابلك. عشان بس ما تقلقش نفسك. الناس اللي بتقعد تقول انا بقلق من قطعه وقطعه ما بعرفش احلها، انت هتدخل الامتحان في حاجات كتير قوي هتقابلها، كلمات في القطعه ما بتعرفش، مش عارف معناها. حلك ايه مع الحاجه دي؟ حلك اللي انت هتحاول تستنبط معناها. تمام. لو هي مهمه يعني، في اسئله بتبقى معتمده على الكلمه دي، ماشي. حلك انت هتحاول تستنبط معناها. انت مثلا بتحل اهوت، وقابلت كلمه مثلا في النص، الكلمه دي انت عايز تعرف معناها ايه، تحاول تقرا الجمل اللي قبل الكلمه والجمل اللي بعد الكلمه وتحاول تربط، شوف الكلمه دي بتتكلم عن ايه. تمام. حتى انت عندك سؤال في اسئله القطعه بيبقى يقول لك الكلمه دي معناها ايه، او المرادف بتاعها ايه، او الانتونيم مثلا بتاعها ايه، المضاد بتاعها ايه. فانت بتحاول تشوف بقى، بتحاول تشوف ايه بتحاول تشوفها من سياق الجمله. واحد مثلا غلب خالص وعايز يحل السؤال بتاع معنى الكلمه دي ايه او عكس الكلمه دي ايه، غالبا هتلاقي الاختيارات ذات نفسها اصلا فيها 3 كلمات متشابهه لبعض، نفس المعنى مثلا. يعني ايه، اقول لك ايه مثلا، اقول لك ايه، ما فيش مثال في دماغي بصراحة دلوقتي يعني. بس مثلا هتلاقي مثلا بيقول لك ايه، في الاختيارات مثلا يقول لك كبير وضخم، عظيم، وتلاقي جملة بتقول مثلا تيني مثلا اللي هو صغير مثلا او سمول. هتلاقي مش عارف بيج وكذا حاجة بتدل على الكبر. مش لازم بقى يجيب لك المعنى، مش لازم يجيب لك بيج مثلا، فاهم؟ لا، هتلاقي ممكن يجيب لك برضه الفاظ يعني ايه، باين عليها او من سياق او انت عارفها عامة حافظها، اللي هي دي معناها كبير او بتدل على شيء كبير. تمام. والكلمه دي انت عارف ليها معناها صغير مثلا او كذا، فانت حتى لو مش عارف الكلمه، مش عارف تستنبط معناها، بتشوف الاختيارات، بتخلي الاختيارات هي اللي تساعدك. فاهم قصدي؟ فده حل للسؤال مثلا بتاع الكلمه اللي هو انت بتبقى عايز تعرف معناها. انت بقى عامه بشكل عام وانت بتحل القطعه، زي ما قلت لك هتعمل ايه، هتحاول تستنبط المعنى. ما عرفتش تستنبط المعنى، يعني كمل قراءة القطعة، وأكيد يعني مش الكلمة دي اللي هيقف عليها الباراجراف كله يعني. تمام. طب ايه بقى الميكانيزم بتاعي بقى اللي انا كنت بصراحة بحل بيه، وده افضل حل للقطعة. انت بص، الاول هتقرا القطعة تمام قراءة سريعة، تاخد معاك بالظبط دقيقتين، يعني يا ريت كمان اقل. تقراها قراءة سريعة، تعرف
بتتكلم عن ايه؟ يعني قريت بسرعه 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 بتتكلم عن المصريين القدماء، تمام. بسرعه بسرعه بتتكلم مثلا ايه، يعني مثلا ايه، في قطعه فاكرها كنت حللها كانت صعبه قوي في ثالثه ثانوي، مش عارف كانت في كتاب اول رايت تقريبا، من كتاب كده اللي هو مثلا بدايه صناعه البنطلون الجينز. فاكر القطعه لحد دلوقتي، القطعه دي كانت صعبه قوي يعني، جبت فيها درجه وحشه قوي، مش عارف كان 1/8 ولا 1/10 مش فاكر. تمام. بس انا كنت بحلها في البيت مع نفسي يعني. مثلا مش عارف قطعة بتتكلم مثلا عن بداية العصر الإسلامي، أي قطعة بيبقى قطعة، بس أنت بتاخد فكرة عامة بتتكلم عن إيه. ترجع تقرا قطعة تاني، قطعة ما تقنعنيش إن أنت هتحل ال8 أسئلة من غير ما تقرا القطعة إيه، من غير ما تقرا القطعة كويس. أنت قريتها أول مرة، بص بقى اكتب معايا وركز معايا، أنت قريت القطعة أول مرة بسرعة في خلال دقيقة أو دقيقتين، هتعمل إيه؟ مش هتروح تقرا القطعة تاني مرة بقى على طول، هتروح تقرا الأسئلة، هتروح تشوف الأسئلة عايزة إيه أصلا، يعني الأسئلة بتسألك عن إيه، ماشي. ومش هتحل الأسئلة، أنت هتقرا بس. هتيجي أنت عامل إيه؟ هتروح على القطعة بقى، أنت أصلا ما قريتش القطعة، أنت بصيت فيها بصة سريعة، هتقرا القطعة للمرة التانية، تقراها بتركيز شوية وهدوء، ماشي. قريتها خلاص، عرفت القطعة بتتكلم عن إيه وخدت عنها فكرة بنسبة 70%. هتروح تحل الأسئلة، في أسئلة واقفة معاك في مثلا في القطعة الثالثة، هتروح تقرا القطعة الثالثة بس، لان انت لما بتقرا القطعه كلها دماغك بتتشتت، وبتقعد تفكر بقى في السؤال الاول اللي انت اصلا حله، بتقعد تفكر فيه تاني وانت اصلا حله وخلصنا منه، انت مش هنفضل بقى ورا القطعه طول النهار يعني، تمام. فانت ايه، هتروح تقرا القطعه مره واثنين وثلاثه، تمام. انت لما تقرا القطعه مره واثنين وثلاثه كده على الفاضي غالبا يعني هتضيع وقت. وما انا بقول لك ليه تقرا القطعه مره بسرعه، تاخد عنها فكره، وبعد كده مره تانية وتروح تحل اسئله، انت كده هتوفر وقت على نفسك. ليه؟ لان انت لما هيجي في الاخر يقف معاك سؤال ولا بتاع، هتروح تبص على القطعه بتاعته وخلاص وهتعدي الموضوع. فانت حاول توفر وقت شويه زي ما انا بقول لك كده، ماشي. فده الميكانيزم بتاع حل القطعه بس. فتلخيصا كده، تلخيصا ركز معايا، زي ما قلت لك تقرا القطعه بسرعه خلال دقيقه او دقيقتين. تاني حاجه تروح تقرا الاسئله بسرعه برضو في خلال دقيقه، يعني اكيد مش هتاخد معاك دقيقتين كمان، يعني انت هتقرا الاسئله بسرعه تشوفها بتتكلم عن ايه، تمام. بعد كده هتقرا الاسئله، تروح تقرا القطعه بتمعن بقى، تمام، وفهم، تحاول تركز فيها برضو، ما تضيعش وقت كتير يعني، حاول تحط لنفسك رينج الوقت يعني. بعد ما تقرا القطعه لتاني مره بتركيز، هتيجي انت رايح بقى تدخل على اسئله تاني، تمام. تدخل على الاسئله، تروح تحل الاسئله، واقف معاك سؤالين، سؤال في القطعه الاولى وسؤال في القطعه الثالثه مثلا، تروح تقرا القطعه الاولى وتحل السؤال بتاعها، تروح تقرا القطعه الثالثه وتحل السؤال بتاعها. فانت كده وفرت وقت على نفسك، انت مش هتقعد تقرا، مش عشان السؤال واقف معاك هتروح تقرا القطعه كلها، انت هتقرا القطعه المعينه بس بتاعت السؤال ده، تمام. مش اكتر من كده. في حاجه برضو بتخلي معظم الناس تغلط في حل القطع، سواء في العربي او في الانجليزي، اللي هو بيبقى عايز سؤال معين. انا قلت الموضوع ده في العربي، بيبقى عايز سؤال معين في القطعه الثالثه، وانت بتبقى محتار لان قدامك اجابتين صح، يعني والله دي صح والله دي صح، طب انا هختار ايه؟ ما هو بيسالك يا حبيبي على سؤال في القطعه الثالثه، فانت اجابتك تطلعها من القطعه الثالثه بس، ما تجيبش اجابه من القطعه الاولى. المعلومه دي صح موجوده في القطعه الاولى، انا معاك، بس هو مش عايز السؤال اصلا، هو يعني مش عايز الاجابه دي، غير لو هو بيسالك على القطعه الاولى او من القطعه الاولى، هو عايز اجابه السؤال تكون من القطعه الثالثه، تمام. فدي حاجه كانت بتلخبطني برضه، ركز فيها كتير يعني. حاجه برضو، حاول وانت بتحل قطع تطلع الالفاظ اللي انت في الفاظ كده وانت بتحل بتحس ليها ايه، انا شفتها قبل كده بس مش حافظها، يعني مش بتكون موجوده في المنهج بس بتكون دايما متداوله في الاسئله والقطع، الكلمات دي طلعها كده واحفظها، تمام. وبقى ما تطلعهاش بره، خليك ذكي، ما تطلعش الكلمات دي بره وتحطها في كشكول وتكتبها بره في كشكول. تحت يعني في الصفحه اللي انت حاطط فيها القطعه دي، اكتب فوق كده على الهامش الكلمه والمعنى بتاعها، هتلاقي مثلا قطعه طالع منها 3 4 كلمات، بحيث انت لما تيجي اخر السنه تيجي تراجع على الكلمات دي، تقرا الكلمه وتقرا معناها بالانجليزي، ولما تيجي تبص بقى ايه، لما تيجي تبص عليها لما تيجي عامه، حتى عشان برضو تثبت معنى الكلمه في دماغك، تبص عليها من القطعه، تمام، تشوف السياق بتاعها كان بيقول ايه، بحيث هتفتكر معنى الكلمه برضو على طول يعني. اعتقد دي كانت مشكلتكم، يعني مش بعرف اقفل القطعه، لازم يطلع لي فيها غلط، والله يا جماعه ده طبيعي، لازم يطلع لك غلط في اخر، حتى لو انت قبل الامتحان بيوم يعني، دي حاجه طبيعيه. اهم حاجه بس تكون انت ليك ميكانيزم في حل الاسئله. باراجراف بغلط في حاجات، وبرضه حاسه ان مستوايا فيه السنه دي مش زي اي سنه. دربي نفسك كتير على حل القطع. النفس
يعني ايه، بتتقن الحاجة لما بتتعودها على النفس بتتقن العادة لما بتعملها كتير. تمام. ف... فانت برضو لما تقعد تحل كتير على حاجه معينه باذن الله بتيجي معاك واحده بواحده يعني. فانت حلك تحل كتير، بس تحل كتير يعني ايه، بطريقه معينه او بمنهج معين، ما تقعدش تحل كتير كده وخلاص. خايفه منه خوف مش طبيعي، مع ان كنت ناقص حوالي درجتين او ثلاثه في ثانيه، بس انا اهملت شويه في ثالثه. مفيش مشكله، انا اصلا بدات احل قطع فعلا باهتمام يعني وانا في اخر ثالثه يعني، مفيش مشكله يعني. الكلمات اتكلمنا عنها، ما بعرفش احله حرفيا، بنحله بالاحساس. ما احنا قلنا بنحله بالاحساس، بنركز يعني. حته نحله بالاحساس دي يعني مش هتنفع خالص يعني. أنا زي ما قلت لك حاول تفهم الكلام وما تشتتش نفسك. انت بتقرا في القطعه الاولى، تركز في القطعه الاولى وما تطلعش من القطعه الاولى غير وانت فاهم حرفيا كل حته في القطعه الاولى. مش لازم يعني، انا بقول لك مش هتفهمها بنسبه 100% غالبا، بس انت هتفهمها بنسبه كبيره يعني. ماشي. فانت حته تحله بالاحساس ده يعني ايه، حاول بواحده واحده كده تحلل الكلام وتحاول تفهم الكلمه من سياق الايه، من سياق القطعه. وبصوا القطعه والحاجات اللي زي تبقى واحده واحده يعني. وسبحان الله والله يا شباب، ربنا بيكرمكم كرم عظيم. انا فاكر القطعه بتاعت الثانويه العامه بتاعت دفعتنا اللي كانت بتتكلم عن الحضاره المصريه وحاجات زي كده، قطعه صعبه قوي وما حلتش فيها اي حاجه لحد اخر 10 دقائق في الامتحان. وسبحان الله يعني بتوفيق ربنا كده حليتها واحده واحده وقفلتها. مش انا لحد دلوقتي مش عارف ازاي بصراحه يعني. الكلمات والكلمات، اتكلمنا عن الكلمات يعني. وبس يا شباب يعني، ربنا ينفع بيكم يا رب. واي حد عنده اي سؤال، احنا بقى مش هنعوز نعمل فيديوهات كتير يعني. اي حد عنده اي سؤال هيبعته على القناه باذن الله، وانا هرد عليه بريكورد او رساله يعني. انا باذن الله انا معاكم واحده واحده يعني. والسلام عليكم.